ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل الغريبة الناعمة. هنعمل 3 كيلو من الدقيق، عليهم كيلو ونص من السمنة بيضة، اي نوع بقى، بلدي او سمنة النباتي، اي حاجة، المهم النوع يكون كويس. عليه كيلو الا ربع من السكر البودر او 750 جرام من السكر البودر، ورشة خفيفة خالص خالص من البيكنج باودر عشان ما تكونش مكتوبة معايا وتديني هشاشة كده. انا عارفة ان الغريبة مش بيتحط لها بيكنج باودر، بس الرشة دي بتديها كده هشاشة من جوه وتبقى دايبة كده وناعمة قوي. طبعا معروف ان الغريبة كيلو دي نص كيلو سمنة، نص السمنة سكر، كل حاجة نص التانية كده، واحنا ماشيين. ده القانون بتاع الغريبة او الف ب غريبة يعني. طبعا كلنا اساتذة ما شاء الله. طبعا الكلام ده للناس اللي لسه مبتدئة او الناس الصغيرة. اول حاجة معايا هنبدأ نضيف السمنة على السكر، نضربهم كويس مع بعض لحد ما يهيشوا معانا كده ويعملوا لي خليط او مزيج كده، كريم شبه الكريم شانتيه لو في مضرب. تمام، بس احنا حابين نشتغله عشان هو اصلا بايد ست الكل، فهي هتظبطه لنا كده وتدينا نفس القوام اللي هو هيديهولنا المضرب. وبعد كده ننزل بالدقيق المنخول عليه مع رشة البيكنج باودر، نلف الغريبة كده وندلكها كويس لحد ما العجينة تلم معانا. وطبعا المادة الدهنية او اي سوائل بنحطها على الدقيق على حسب نوع الدقيق، يعني كيلو دقيق نص سمنة ربع سكر. لو احنا حسينا ان العجينة طرية معانا وبتلزق، نضيف لها شوية بسيطة من الدقيق، معلقة ورا معلقة كده لحد ما تلم معانا. حسيناها ان هي جامدة ومش راضية تلم معانا ومفرولة كده، يبقى عايزة اضافة كمان شوية من السمنة. ننزل بالتدريج كده، نخلي كوباية من السمنة جنبنا كده ونزود بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي هو قوام الغريبة الناعمة، اللي احنا نكور الكورة ونضغط عليها ضغطة خفيفة كده، ما تفلقش ولا تشق مننا. دي كده القوام المظبوط بتاعها. والتسوية طبعا بتكون على نار شمعة. الغريبة بتبقى ناعمة كده ومش محتاجة نار عالية. ودي التسوية المظبوطة بتاعتها، وده شكلها النهائي. اتمنى ان هي تعجبكم. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.